السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح النور والسرور، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا بقى بصوا، احنا يومنا كله النهاردة مليان نشاط وحيوية. هو كله عن الغسيل، بس هنعمل ايه؟ الحمد لله. انا طبعا هنا زي ما انتوا عارفين كنت قايله لكم ان انا بجهز طبعا للسفر وكده، فكان غصب عني بصراحة، مش برضايا خالص ان انا اسيب الغسيل بالمنظر ده. بس الحمد لله ان شاء الله هنخلصه دلوقتي كله. طبعا ده غير اللي قدامنا دون، لا هو لسه في بقى على الحبل لسه غسيل هنجيبه، لسه بقى هنشر الغسيل. طبعا مرضتش اطول عليكم في الفيديو، فمرضتش اللي هو اغسل بقى معاكم، اجيب لكم بقى اللي هو الغسيل بقى وانا بغسل وكده. بس الحمد لله يعني، ربنا يعيننا جميعا ويقوينا. وطبعا هو مش سفر بس، انت ممكن غصب عنك بتتعبي، بتلاقي نفسك مش قادرة، بتكسلي نفسيا، ايا كان الظروف بتحكمنا في اوقات كتير ان احنا ما نقدرش نعمل يعني ايه، نهمل او مش نهمل، اللي هو ما نخلصش الحاجة على طول في وقتها. يعني انا بصراحة مش بحب اللي هو اركن الغسيل، بحب اللي هو اشيله من على الحبل اطبقه على طول، وبالذات الملايات. يعني هتشوفوا دلوقتي معايا الملاية، يعني منظرها لما ما اتعملتش، يعني ما اتطبقتش على طول وانا بشيلها من على الحبل. يعني انا ممكن اشيل الغسيل واطبقه بعد ما الم كله، لا انا الملايات بالذات احب اشيلها من على الحبل، اطبقها كده وانا بشيلها عشان تفضل مفرودة زي ما هي، كأنك كوياها كده، بتبقى شكلها حلو قوي. يعني بصوا كيس المخدة بصراحة منظرها اصلا الحمد لله، يعني انا مش عارفة بصراحة دي هتتفرش ازاي. بس ربنا يعيننا جميعا ويقوينا. وضغوطات الحياة هي اللي ممكن بتضطرنا اوقات ان احنا مثلا ايه نكوم اللي هي شغل البيت مثلا علينا. بس احنا ستات بيت شاطرة، وان شاء الله ان شاء الله كده هنقوم ونستعين بالله ونقوم نخلص اللي ورانا. يعني انا بحرفيا مش ما كنتش قاعدة، يعني مش اللي هو مثلا قاعدة وسايبة الغسيل كده، لا اللي هو كان غصب عني بقى، في حاجات تانية عايزة اخلصها، وعايزة اخلص حاجة المدرسة قبل السفر. فالحمد لله على كل حال. انا طبعا كنت خلصت جبت المشتريات، كان قاعد حاجات بسيطة، وان شاء الله هصورها معاكم. برضو مش هسيب حاجة عليا قبل ما امشي. هي ممكن بس الهدوم بتاعة المدرسة، لان مثلا ابن طالع اولى اعدادي، لسه اللبس اصلا ما تحددش اللون بتاعه. فان شاء الله ان شاء الله يعني اول ما اجي، يعني اعرف اجي ان شاء الله، اعرف اجي قبل دخول المدرسة، حتى لو بيومها الحق اشتريه سهل، انما الادوات والحاجات دي كلها هتبقى صعبة شوية. فان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير، ونروح ونرجع بألف سلامة. دعواتكم لينا ان شاء الله، واكيد برضه هقول لكم انا رايحة فين. بس ان شاء الله كل حاجة في وقتها. انا بقى هنا بص، كنت بحاول اخلص وانجز كده في الغسيل، لان بصراحة كنت كل ما اعدي من قدامي ولا اشوفه كده من بعيد، نفسيا كنت ببقى مخنوقة قوي بجد. فالله المستعان كده. قومي واستعيني بالله واستغفري ربنا واذكري ربنا كده طول ما انت شغالة، هتلاقي الدنيا معاكي سهلة. والله صدقوني انا كل فيديو تقريبا او يعني كتير بقول لكم، بجد الموضوع ده حلو جدا، انك انت تستعيني بالله او تستغفري ربنا او تذكري ربنا. دايما بتلاقي الدنيا معاكي سهلة بسيطة. الموضوع هتلاقيه سبحان الله، ربنا بيعين، كأن فعلا بجد ملايكة بتعمل معاك الحاجة دي. والله عن تجربة. بس يعني ايه، اذكري ربنا من قلبك كده، خلي الدنيا يعني ايه، اللي هو ادعي جامد من قلبك. يعني حب ان انت مثلا تقومي مثلا ان انت هتكسبي حسنات. يعني حطي في نيتك ان انت مجرد ما هتقولي يعني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الذكر الله في كل حاجة، في ايا كان بقى هتذكري ربنا زي ما انت حابة. الصلاة على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام سحر، والله يا جماعة سحر. يعني عارفة اقوليها كده مثلا بنية مثلا فك كرب، مشكلة عندك، هتلاقي الموضوع بجد طول ما انت بتعملي كده من قلبك، والله هتلاقي الموضوع معاكي سبحان الله. اي مشكلة او اي حاجة هتلاقيها بتتحل لوحدها حرفيا. فانت بس استعيني بالله كده واذكري ربنا، ادعي ليكي ولأولادك ولزوجك ولبيتك ولعمار حياتك، فعلا الموضوع هيبقى حلو جدا. وهنا بقى بص، كنت خلاص خلصت تطبيق الغسيل اللي كان ملموم ولسه طبعا بلم الغسيل التاني.
فالله المستعان بقى. بصوا يعني الموضوع الحمد لله يعني حدث ولا حرج. انا مش عارفه والله اقول لكم ايه، ولا عارفه منظري شكله عامل ازاي قدامكم، بس الله المستعان. وربنا يقوينا ويعيننا على اللي احنا فيه. طبعا طول ما الواحد غصب عنه تمام، انما الفكرة ان هو مش كسل، مش تكبير دماغ، لا هو الواحد فعلا غصب عنه. فالله المستعان كده، الواحد يستعين بالله ويقوم كده يشوف اللي وراه. وعندي برضو بنوتي الكبيرة قومتها برضو، قلت لها قومي بقى كده خلينا نخلص اللي ورانا ونشوف الدنيا يعني اللي ورانا، ونبدأ نجهز الشنط وكده. فربنا يعيننا يا رب ويقوينا. انا عارفة عايزة اقول لكم ان وانا بطبق الغسيل كده، انا جوزي جه والله فاجئني حتة مفاجأة رهيبة. يعني جاي المفروض ان احنا يعني عاملة حسابي ان انا لسه يومين على السفر بتاعي، فهو بيتصل عشان يحجز. فاتفاجئت ان هو جاي بيقول لي احنا بكرة ماشيين. فقلت له بس بلاش هزار على الصبح كده. فراح بيقول لي والله بجد هو اقرب ميعاد بكرة. فبيقول لي ولا انت لسه يعني قلت له لا خلاص، ما هو كده كده. بص اصلا انا لقيت نفسي ان انا خلاص يعني هفضل اشيل واحط واجهز واعمل، يعني لو يومين 3 10 هلاقي نفسي كده. فخلاص الله المستعان. وقلت له لا خلاص يعني ايه، نتكل على الله وخلاص. فربنا يا رب يستر طريقنا وطريق الناس كلها، ودعواتكم لينا. وان شاء الله ان شاء الله اعرف اصور لكم الاجواء بجد اللي احنا رايحينها، يا رب ان شاء الله على خير. ان شاء الله هتعجبكم يعني ان شاء الله. هي محافظة بجد يعني ان شاء الله هقول لكم عليها. انتظروني ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ان شاء الله هقول لكم عليها. بجد بجد هي يعني سحر ما شاء الله عليها. بس المشكله بقى في ان احنا بقى كستات بيوت كده او امهات، بتلاقي نفسك مش بتعرفي اللي هو ايه تتمتعي بقى كده زيهم او كده. لا، انت وراكي اكل وراكي غسيل وراكي بصوا وراكم ما شاء الله يعني. فان شاء الله الله المستعان، وربنا يسترها ويعين كل واحده على امور بيتها. وان شاء الله ربنا يسترها من عنده، ونروح ونيجي بالسلامة. وما تنسوش برضه دعواتكم ليا، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. نفسي كده القناة تكبر ان شاء الله. فدعواتكم كده ان شاء الله ليا ان بصلاح الحال، وان القناة اشوفها ان شاء الله من اكبر القنوات يا رب ان شاء الله. فبس ده طبعا بتشجيعكم ليا، وربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير ان شاء الله. لو ليا فيها خير ان شاء الله اكيد ربنا هيكتبهولي. بص بقى انا هنا بقى كنت ايه، خلصت بقى اللي هو التطبيق التاني، وجبت بقى الغسيل اللي انا كنت غسلاه. طبعا ده كان على الغساله العاديه زي ما انتوا عارفين طبعا معايا، كانت الغساله الاوتوماتيك باظت. وبصراحه كسلت اللي هو طبعا نصلحها دلوقتي، قلت لما نروح ونيجي ان شاء الله بالسلامه. فهنا بقى بصوا قلت بقى خلينا ننشر كده الغسيل. لا ساعة الصبح بصراحة والله بركة الدنيا كلها فيها. فقومي بدري كده جربي، هتلاقي بجد حلو. هو من غير ما تجربي، هو كده كده احنا داخلين على المدارس، وهتجربي غصبا عنك مش بيرضاكي يعني. بس ما نكسلش ونرجع بقى ايه اللي هو نودي العيال المدرسة ونرجع ننام، لا يعني اللي هو ايه، نستعين بالله كده ونستعيذ بالله من الشيطان، ونقوم نخلص كل ايه اللي ورانا. فهنا بقى قلت ايه خلينا ننشرهم كده بقى معايا ساعة الصبح، خليهم يلحقوا ينشفوا، لان طبعا المفروض ان كل ده يتشال اصلا قبل السفر ان شاء الله. فربنا يعيننا ويقوينا يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.